السلام عليكم، كي راكم دايرين؟ إن شاء الله تكونوا بخير ولاباس عليكم. جا وقت العيد وجا وقت الكاطو والصابلي اللي ما يخفيش كاع البيوت الجزائرية. اليوم جبت لكم وصفة اقتصادية تاع صابلي تقطع لكم كمية كبيرة ما شاء الله. خاصة أصحاب المشاريع، أصحاب العائلات الكبيرة. وصفة اللي تقطع لكم كمية ما شاء الله. أنا قطعت لي تقريبا 70 حبة، ماشي تقريبا فوق 70 حبة. دوبلي كما نقولوا دوبلي. واش نسحقوا فيها؟ نسحقوا فيها 500 غرام تاع مارغرين، أي نوعية تاع مارغرين. بصح للأمانة أنا هذه النوعية تاع المارغرين عجبتني بزاف وهذه أول مرة نستعملها. نروحو نديرو المارغرين تاعنا، نجيبو السكر. هنا وكان تشوفوا راني نخدم لكم بالكيل. نفس هذيك لابواط كيلت بها كمية تاع السكر، معناتها لابواط هذيك معمرة ناقص شوية برك، ناقص 2 صباع، حاجة قليلة تاع السكر. هنا للناس اللي ما يبغوش الحلاوة بزاف، اللي يبغوا الحلاوة عادي عمروا لابواط. ونجيبو الزيت هنا درت نص كيلة، نص هذيك لابواط درتها زيت. وندير هنا قرصة تاع الملح اللي منستغناش عليها في الصابلي، تبلي تفرق في البنة. وعندي هنا لافاني ديرو على حساب شحال تبنن لكم. انا هاد لافاني اللي كانت عندي شويه ناقصها، ماهيش مجهده بزاف، ماهيش قويه، على بها كثرت شويه بزاف. ونروحو ندوها. انا درت هنا في الباتور في البيتخا. اذا ما عندكش بيتخا ديري الباتور، اذا ما عندكش باتور غير بالفوي شتاهي خدميها مليح. لازم الهواء يدخل مليح ويتخلط لك هذاك السكر مع الزيت تاعنا، ومليح مليح لازم حتى يبيض لك هذاك الخليط. نصيحة، شوفوا أنا هاد الوصفة ما غاديش نزيد نستغنى عليها إلا إذا صبت وصفة واحدة أخرى خير منها. جربتها هذه أول مرة نجربها، مالفا ندير غير تاع نص رطل وما تقطعليش بزاف، ما يجيني صابلي تاعي قليل. هنا شرحت درت، جبت البيض اللي درت هنا 4 صفار بيض، ونزيدو 2 حبات بيض كاملين، 4 صفار بيض معاهم 2 حبات بيض كاملين، ونكملو التخلاط تاعنا حتى يدخل هذاك البيض يدخل في الخليط تاعنا الأول. هنا بعد ما كملنا نجيبو الطاس تاعنا ولا الخليط تاعنا نجيبوه. شيء هنا لك الاختيار، كما أنا بغيت ندير 2 أذواق، تقدري ديري حتى 3 أذواق، انتيا حرة. أنا تبغي ديري ذوق واحد. أنا هنا بغيت نقسم باش ندير ذوق الكاكاو وندير ذوق الآخر، يا فيه الليمون يا فيه لافاني، نخليه غير بلافاني كيما هكذاك. تقدري ديري تقسمي هذه الكمية تقسميها على 4 وديري فريز فاني ليمون وكاكاو. هنا من بعدها دوك نفهمك الحاجة اللي تفرق، ولا الحاجة اللي لازم تردي بالك منها. أنا هنا قسمت الكمية تاع الخليط تاعي، قسمتها على 2 بحيث ندير واحد باللون الأبيض وواحد باللون الكاكاو البني. جبت هنا على حساب الكاكاو تاعك، اذا كان البنه تاعو قويه تسحقي غير 2 مغارف بزاف عليك، اذا كان شوي كي عارفه لازم ديري. هنا الكاكاو نديروه هو الاول باش نعرفوا القوام تاع الفرينه اللي نزيدوه، ما نديروهش هو التالي، وباش يمتزج لنا اللون مع الخليط اللي راح عندنا. انا درت هنا الكاكاو لازم تغربلوه دوك الحبيبات. وجبت هنا نص كيلة تاع مايزينا، معناتها إذا ما كنتيش باغية تقسمي الخليط تاعك ديري كيلة، معناتها هذاك الطاس معمر مايزينا اللي هي النشا. إن شاء الله تكونوا فهمتوني. بما أنه هنايا أنا قسمت، معناتها هنا غادي ندير النص تاع الطاس، وفي القسم النصف الآخر غادي ندير نص الطاس، ونبداو نلمو بالفرينة حتى تشكل عندنا. راكم تشوفوا هاد العجينة تكون طرية. هنا للأمانة هنا نشفتها شوية وندمت، وحتى ولو داركت الموضوع من بعدها بديت نزيد في الزبدة. تزيدي الزبدة تقدري تداركي الموضوع، ما ماشي حاجة اللي نقولوا راح الغالي راح. هنا لازم تكون طرية. هذا القسم الثاني اللي درته بذوق الفانيلا، زدت له نصف الكمية تاع نصف الكيلة تاع المايزينا، ومن بعدها نبدأ نزيد
في الفرينة حتى نشف الخليط تاعي. وأني نقول لكم ونعاود لكم لازم تخلوا العجينة تاعكم طرية. شوفوا القوام تاعها هنايا طرية بزاف، طرية مليح. معناتها علاش؟ خاطش غادي تروبوزي، وكي تروبوزي تزيد تنشف. معناتها كي تخليها طرية كي تروبوزي تولي لك سوا سوا. هنا نلمها كيما راكم شفتوا، خليتها أنا تقريبا ساعتين. نتوما تقدروا غير نص ساعة ولا تبداو تخدموا بها. أنا مع اللي كان عندي شغالات خليتها ساعتين. ما تخلوهاش كثر ياك، هذاك مكان. وهنايا نقول لكم علاه الغرض من انك تخليها ساعتين ولا تخليها تريح. انا تقدري تخليها غير نص ساعة وعادية، مهم تخليها تريح. كي تخليها تريح الشكل اللي ديريه تعطيه لك، معناتها ما تتكمشلكش في الفور. كيما ديري الشكل اللي ديريه تعاودي تقيسيه مع المول تاعك ولا مع الطابع تاعك يخرج هو. هنا بسطتها ولا حاولت أني نفردها بين زوج تاع البابي كويسون باش تساعدني، ونروح ندير المول اللي بغيت. هذه هي الوصفة تاعنا. إن شاء الله تكون عجبتكم وجربوها. راني نقول لكم راني عارفة مازال ما بديتوش حلويات العيد. أنايا بديت على جالكم برك. أنا مانيش موالفة نبدا بكري، بديت على جالكم باش نحط لكم هنايا وصفات. وما غاديش نكثر بزاف، غادي ندير زوج وصفات تاع الصابون. ندير بالفلاوة تاع لاكاكيلو. إذا بغيتو نحط لكم الوصفة تاعها قولولي. وغادي ممكن نزيد الخبز. المهم ما غاديش نكثر بزاف هذا العام، كيما الأسطوانة اللي كيما كل عام قاعدين نصورو حنا دايرين 6 أنواع ولا 7 أنواع. هذه هي مع الدراري تاع اليوم. خاصة الناس اللي عندهم لازم معندناش كيفاش نديرو. هنا جبت هاد العجينة تاع الكاكاو ثاني بعد ما ريحت. هنا هادي بعد ما ريحت نشفتلي، كي بدات تنشف واش درت؟ وليت ندير من المارغرين بديت نحط درجة حرارة الغرفة. وليت نزيد في العجينة ونخدم فيها غير بطاطية، ما نخدمش فيها ما نعجنهاش ما نتركهاش غير بصباعي. وخرجت لي رجعت لي القوام تاعها هذاك اللي بغيتو. تسمى هذه الأسيس اللي قلت لكم باش اون سي جامي تنشفكم العجينة سوا تاع الكاكاو ولا البيضة عادي. اون سي جامي تنشفكم تبداو تبدو بالكمية تاع الزبدة وتبداو تزيدوا فيها. هذا مكان ما كاش حاجة اللي ما نقدروش نباركوها. هذه هي الوصفة تاعنا تاع اليوم. نقول لكم إذا لحقتوا لهذه المرحلة إن شاء الله نقول لكم يدخل عليكم العيد بالصحة والهنا يا ربي. وهذا هما الحبات تاعي تاع الصابلي. غادي ديريهم بزاف في بزاف وصفات. ونقول لكم تنساوش اشتراك القناة ولايك.